أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ربي دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت فمن ذا يرحم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أغر عليه بالنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلته. وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم، فرج اللهم عنا ما نحن فيه. بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أما بعد، فنستكمل ما بدأناه من قراءة وشرح كتاب تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الظاهر للقطب الرباني وللعالم الصمداني سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعنا الله تعالى بعلومه في الدارين آمين. ومن هذه الساحة الطيبة ومن هذا المسجد العامر، مسجد سيدي صالح الجعفري رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله تعالى بعلومه في الدارين آمين، نستكمل القراءة. يقول الشيخ الشعراني رحمه الله: ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم سرعة المبادرة للإحرام خلف الإمام، إن كان إذ في ذلك تعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى. أن يتهاون أحد منهم في تأخير تعظيم أمر الله، لا لعلة ولا لأجل ثواب ولا لذة مجالسة في تلك الصلاة، فإن المبادر لأجل ذلك إنما هو ساعٍ في حظ نفسه، بخلاف من كان الباعث له على ذلك المبادرة لتعظيم أمر الله سبحانه وتعالى وعدم التهاون به. ولذلك لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالاختتان ولم يجد موسى، اختتل بالقلوب، فقيل له: هلا صبرت حتى تجد الموسى؟ فقال: إن تأخر أو إن تأخير أمر الله سبحانه وتعالى لعظيم. وهذا الخلق الذي تكلم فيه الشيخ رضي الله تعالى عنه يقول فيه أن من أخلاق السلف الصالح أنهم يتبادرون إذا كبر الإمام في الفريضة أسرعوا بتكبيرة الإحرام من ورائه. ليه؟ لأنهم يحرصون على تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. وتعظيم الأمر أنك تبادر وتسارع في فعل الطاعة، في فعل الطاعة. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أمر أمرا إنما يأمر لمصلحة الإنسان ولكي يحيي قلبه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
يعني أمر الله تعالى فيه حياة القلوب وفيه حياة الأرواح. لذلك تجد الصالح دائما يسارع ويبادر إلى فعل الأمر وترك النهي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهذه المبادرة وهذه المسارعة إنما هي من أجل حب الله سبحانه وتعالى. فإذا أحب العبد ربه سارع بفعل أمره. ولذلك قال بعض السلف والعلماء الصالحين، قال والله نحن نشوف حركة الجسم في القرآن، كلما اقترب الإنسان من ربه كانت حركة الجسم أسرع. لما الأمر كان بطلب الرزق قال فامشوا في مناكبه، مشي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ليه؟ لأن الرزق مقدور ومقصود يكفي فيه المشي. طب وإذا كان الحركة للطاعة قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يبقى هنا إسراع. طب إذا كان المقصود هو الله قال ففروا إلى الله. شوفوا الحركة اختلفت إزاي. أولا الرزق مضمون فقال فامشوا في مناكبه عشان تحقق الأسباب. لا أنا عايز مغفرة وعايز طاعة وعايز صلاة وعايز عبادة، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، يبقى أسارع. طب إذا كان المقصود هو الله لا ما فيش حد مشي ولا مسارعة، ففروا يعني لا تلقي لقلبك ولا لجسدك بقية حركة، لا ده أنا أسارع. وزيادة على المسارعة الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. فمقصود الشيخ هنا إن لما الإمام يكبر هم على طول يكبر وراه علشان الواحد يخاف لو إذا لم يدرك الإمام. وضرب مثل بنبي الله إبراهيم أن الله أمره بالاختتان، فعلى طول ما لقيش موس يختتم به، فجاء بالقدوم واختتم. قالوا له طب ما كنت انتظرت لما تجد ما تختتم به من موس؟ قال إن تأخير أمر الله سبحانه وتعالى لعظيم. لذلك الشيخ يقول فاعلم ذلك يا أخي واعمل به والحمد لله رب العالمين. ثم انتقل الشيخ رضي الله تعالى عنه إلى خلق آخر من أخلاق السلف الصالح من الأولياء والصالحين والتابعين والصحابة الكرام. قال ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنه هوان الدنيا عندهم وشدة رفضهم لها، لأن الدنيا نوعين. الدنيا نوعين، دنيا تصل بالعبد إلى الله، ودنيا تغرق صاحبها في المهالك. فإن كانت الدنيا مزرعة للآخرة فنعم هي، وإن كانت الدنيا مهلكة للإنسان فبئست هي. وحديث الشيخ هنا عن الدنيا المهلكة. والسلف الصالح لما بيتكلموا عن الدنيا بيتكلموا عن الصورة التي تهلك أصحابها، مش بيتكلموا عن الدنيا التي هي سبب لدخول الجنة. لأن الدنيا نوعين، نوع فيها طاعة، عشت في الدنيا ذكر الله في الدنيا، ففي الدنيا فيها لذة العبادة ولذة الطاعة ولذة الأنس بالله ولذة العبادات والأخلاق وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاق، دي لذة ومتعة الدنيا. لكن اقلب على الصورة الأخرى لأربابها. قبل كده قلنا إن الشيخ جاب أثر قال إن الدنيا بنت إبليس، الدنيا بنت إبليس.
فإذا تزوج أحد الدنيا كان إبليس في بيته، على طول يروح يزور بيته. تمام؟ فعشان كده مقصد العلماء والأولياء من كلامهم عن الدنيا الكلام عن الدنيا المذمومة. فبيقول إن السلف الصالح هانت عليهم الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للدنيا بنين وإن للآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. والطبراني روى رواية قال عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله يوما فوجدته يدفع شيئا بيده، يعني بيعمل كده، فقلت: يا رسول الله ما هذا الذي تدفعه؟ فقال: الدنيا تطاولت لي فقلت لها إليك عني، زي ما حدث مع سيدنا علي، رأى أن الدنيا ستفتح عليه فخاطب الدنيا وقال: يا دنيا غري غيري فقد طلقتك ثلاثا. تمام؟ فالحديث اللي رواه الطبراني ان سيدنا انس بيشوف سيدنا النبي بيدفع شيء بيده كده، فقال له: ما هذا الذي تدفع؟ ما شافش حاجه سيدنا انس، فقال: الدنيا تزينت الي فقلت اليك عني. وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على مزبله قوم فراى شاة ميتا فمسك بذنبها، يعني بديلها، وقال: أترون هذه هانت على أهلها؟ قالوا: إن هوانها عندهم ألقوها يا رسول الله. يعني قال لهم هذه الشاة المقال ميتة لها قيمة عند أهلها، عند الناس اللي يقولوا لا هم عشان هي ميتة ألقوها. فبيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذه عند أهلها، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر جرعة ماء، لكن جعل الدنيا مزرعة الآخرة، وجعل الدنيا اختبار للمؤمن واستدراج للكافر. تمام؟ وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ثم ينتقل الشيخ رضي الله عنه لذكر أقوال السلف، ويدلل على أن حالهم أنهم كانوا لا يرغبون في الدنيا التي تهلكهم، وكانوا يبادرون للسعي للآخرة. فكان محمد بن المنكدر رضي الله عنه يقول: تجيء الدنيا يوم القيامة تتبختر في زينتها فتقول: يا رب اجعلني لأحسن عبادك دارا، فيقول الله تعالى: لا أرضاك له اذهبي يا لا شيء. يعني هذه الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم أو سيدنا الشيخ محمد بن المنكدر يقول يخاطبها أنها لا شيء، كوني هباء منثورا. وفي رواية يقول لها: اذهبي إلى النار، فتقول: يا رب ومن يحبني معي؟ فيقول لها: ومن يحبك؟ فتأخذهم جميعا إلى النار. التي تتزين للإنسان وتنفتح له أمامه. النبي قال: أخوف ما أخاف على أمتي الدنيا، أن تفتح عليكم كما فتحت على الأمم السابقة فتنافسوها، فأنتم تتنافسون على الدنيا كما تنافس هؤلاء القوم السابقون على الدنيا، فتهلككم كما أهلكتهم. وده اللي حاصل اليوم دول. التنافس على الدنيا أصبح شيمة العصر إلا من رحم ربه. تلاقي الإخوة من صلب واحد وفي بيت واحد يتنازعون على إيه؟ على البيت، يتنازعون عن الأرض، يتنازعون على المال.
كل ذلك عرض دنيا، وعرض الدنيا زائل، لا التجارة باقية ولا الأراضي باقية ولا العقارات باقية، إنما الباقي هو العمل الصالح الذي تقدمه لله سبحانه وتعالى. واحد يقول لك ده حقي يا شيخ، أنا حقي، ما دافعش عن حقك، لا دافع عن حقك، ولكن إذا كان هناك مجال للمسامحة فهي أفضل. ولا تجعل الدنيا في قلبك فتهلك، ولا تتزين الدنيا في قلبك فتهلك، لأن الدنيا زينت لبني آدم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قال إيه بعده؟ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يعني يا من يتنافس على شهوة الولد، شهوة الزوجة، شهوة الحرث، شهوة المال، كل ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. طيب نحن نقول إن الشيخ هنا بيجيب حال من أحوال أهل يوم القيامة، حديث الدنيا مع ربها، بتقول يا رب أنا هدخل النار، هات أحبابي معي، فيقول له خذ أحبابي معي. ونحن بنقول المقصود هنا الدنيا التي تتزين لأصحابها فتغرهم وتكون طوعا للشيطان، مش الدنيا اللي هي فيها الطاعة والعبادة والزهد إلى غير ذلك. يقول رضي الله عنه: وكان أبو حازم رحمه الله يقول: يوقف من يعظم الدنيا بين يدي الله فيقال له: هذا الذي عظم ما حقره الله، فيسقط لحم وجهه من الخجل. فمن ادعى أنه يحب الله تعالى وهو يحب الدنيا فهو كاذب، لأن من شرط المحب أن يكره ما كرهه محبوبه، وإن الله يكره الدنيا. واحد يقول يا مولانا ازاي ربنا بيكره الدنيا؟ ده قول لأبي حازم من الصالحين، معناه برضه أن الله يكره معصيته في الدنيا، يكره معصيته في الدنيا، والدنيا التي تغر صاحبها وتغر الناس مذمومة عند الله سبحانه وتعالى. فأي الوجهين تريد في دنياك؟ السؤال ليك، أي الوجهين من الدنيا تريد الدنيا اللي فيها ذكر، نعمة الدنيا هي، تريد الدنيا اللي فيها قرآن وشكر وطاعة وصلاة وقيام ليل وذكر وصيام وتهجد فنعمة الدنيا هي، أم تريد الدنيا اللي الفلوس والعقارات والسيارات والمال والولد، وننسى ذكر الله وننسى الصلاة وننسى ربنا؟ والله يا إخوان بعض الناس في غفلة شديدة، غفلة شديدة، لا يدري ولا يحسن الوضوء. واحد من المسلمين أو صنف أو نوع من المسلمين لا يحسن الوضوء، لا يحسن قراءة الفاتحة، وتيجي تكلم في الدنيا فاهم وعارف البورصة وعارف الحسابات وعارف الأسواق العالمية وعارف سعر الدولار وعارف كذا وعارف كذا. هذا النوع يغضب الله عنه، يغضب الله عليه. في حديث عجيب أخرج الإمام أبو داود، سيدنا أبو هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض، خذ بالك الحديث، إن الله يبغض الجعذري الجواظ صخام في الأسواق. هذه 3 صفات: جعذري، جواظ، صخام في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. 5 صفات ربنا يبغضهم. أول واحد جعذري. مين هو الجعذري؟ المتكبر، المتغطرس،
الذي يرى نفسه أفضل من أي حد قدامه، يقول لك أنا ما شايفش حد قدامي، ده جعثري. ربما الكلمة تكون غير مستعملة لكن معناها المتكبر، جعثري، متكبر، متعالي، متفاخر. وما طرد إبليس إلا لهذه الصفة. لما ربنا قال له اسجد لآدم، قال له أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كان النتيجة إيه؟ قال له اخرج منها مذءوما مدحورا، ووجبت عليه اللعنة، وجعله الله عدوا لبني آدم من أجل تكبره. ده بعض الروايات تقول إن إبليس أو الشيطان أراد أن يتوب إلى الله، فقال له الله إن أردت أن تتوب فاذهب إلى قبر آدم واسجد عنده. فقال لا، لم أسجد له حيا، أسجد له ميتا. فبرضه الكبر هو موجود فيه. فلذلك ربنا علم من حال إبليس هذه المعصية فطرده من رحمته وجعله مذموما مدحورا مطرودا. وإبليس ليه أبناء، مش هيسيبنا في حالنا نحن. ربنا قال يعني جعلت لكم هذا الشيطان عدو فاتخذوه عدوا، وينادي يا بني آدم ألم أنهكم عن عبادة الشيطان في الدنيا واتخذتوه، وقلت لكم أنه عدو اتخذتموه وليا مش عدوا. لكن اللي عادي شيطان هو من الصالحين. فالجعثري في صفة أو في صفة من إيه؟ الشيطان متكبر، يقول أنا وأنا وأنا. المتكبر ليه صفات، يا إما بيتكبر بماله، يقول لك أنا أغني، ده مع قارون. يا إما متكبر بجاهه، بالجاه والمنصب، فمع هامان. يا إما متكبر بسلطانه وولايته وملكه، ده مع فرعون. يا إما متكبر بتجارته، فقال لك مع أبي بن خلف. طيب هذا المتكبر يبغض الله، جعثري. طب الجواز، مين هو الجواز؟ الجواز هو الغليظ الفاحش، يعني تتعامل معاه غليظ في الفعل وغليظ في القول، جافي. واحد عنده جفاء، لا في رحمة في قلبه ولا في رحمة في القول، ويعني يتعامل بجفوة، لا تدخل الرحمة قلبه. وكمان لو ما فيش إيمان مع هذا الصفة، ما ممكن واحد يكون غليظ لكن غصب عنه. والأقرع بن حابس كان صوته عالي، ولما نزلت الآية على سيدنا رسول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال أنا يبقى المقصود بالآية، فاعتكف في بيته. وقيس برضه بن شماس نفس القصة، كان صوته عالي فخاف واعتكف في بيته. فالنبي أرسله، لا مش المقصود أنت في إيمان، لكن اللي هو الجافي بس ما فيش إيمان. تمام؟ ده الجواز، جعثري جواز، صخاب في الأسواق، يعني يرفع صوته ويقعد يحلف بالأيمان الكاذبة بالصوت العالي. طب هذه 3 صفات في الحديث. إن الله يبغض الجعثري، الجواز، الصخاب في الأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار. يعني في النهار يشتغل ويشيل ويحط، أعزكم الله زي ما بيقولوا كده في المثل حمار شغل، يعني قوي ويشتغل، لكن يجي في الليل أعزكم الله كالجيفة، نايم كالجيفة، يأذن العشي ولا هو هنا، يأذن الفجر ولا هو هنا، ولا يصلي ولا كذا. فهذا مذموم عند الله. الصنف الخامس قال عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. تقعد مع الواحد من دولة تلاقيه يحسب لك البورصة النهارده بكام، والدولار النهارده بكام، والحسابات النهارده بكام، والأسواق العالمية النهارده بكام، والشركة بتاعتي الفلانية، والتجارة بتاعتي الفلانية. تيجي تقول له والله يعني إيه أركان الوضوء؟ يقول لك ما أعرفش.
طب ايه هو الاستنجاء؟ ما عرفش. طب ايه صلاة الضحى كم ركعة؟ ما عرفش. لا، ما انت ازاي بتحسب ده كله؟ يقول لك والله ده انا شغلي بيزنس بتاعي، لكن الآخرة مش في حساباته. ولما يجي ويرى دنو أجله وعايز يقول لك أنا يا ليتني ما كنت أنا في الدنيا غفلان وأنا في الدنيا كذا، فيدرك بعد فوات الأوان. فهنا بيقول لك إيه؟ من شرط أبناء الآخرة أنهم يكرهون أن يقعوا في المعصية فيها، ويكرهون الدنيا التي تتزين لأصحابها فتوقعهم في المعصية. ده المقصود. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقول: بلغنا أن الله تعالى يقول: إن أهون ما أنا صانع بالعالم إذا آثر شهوته على طاعتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي. تاني للأسف، أهون ما أنا صانع بالعالم إذا آثر شهوته، أقل حاجة ربنا يعاقب بها أنه يحرمه المناجاة، والشهوة تنبت من حب الدنيا. وكان وهب بن منبه رحمه الله يقول لأصحابه: تعالوا بنا نتوب من الذنب الذي ترك الناس التوبة منه، فيقولون: وما هو؟ فيقول: حب الدنيا، وسوف يحب الدنيا رجال حتى يعبدوها ويعبدوا أهلها، والعياذ بالله. يعني وهب بن المنبه بيقول في ذنب ما حدش واخد باله منه خالص، فأصحابه بيقولوا: إيه الذنب ده اللي ما حدش واخد باله منه؟ قال: حب الدنيا على الصلاة، عنده التجارة مقدم على العبادة، عنده أمر الدنيا مقدم على أمر الآخرة. يبقى ده إيه؟ أحب الدنيا حتى وقع في عبادتها. ما هي معنى العبادة؟ العبادة معناها التذلل، فهو يتذلل للدنيا ويتذلل للآخرة. اجمع ما شئت في دنياك فإنك تاركه، من هياخدوه؟ الورثة، هم هينعموا به وإنت هتتحاسب عليه. مسكين البخلاء، مساكين البخلاء يجمعون المال في الدنيا فلا يذوقون لذته، ويحرمون لذته في الدنيا ويعاقبون عليه في الآخرة. يعني هو حرم نفسه في الدنيا وكمان هيتعاقب عليه في الآخرة، واللي هم هيتمتعوا به الورثة. فكن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: من لم يجعل حب الدنيا من الكبائر فقد أخطأ الطريق. ولذلك لأن الكفر ينبني على الرغبة في الدنيا. الشيخ بيعلق بعد القول دي بيقول: قلت: وذلك لأن سبب الكفر بالله تعالى عصيان ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، حسدا أو كبرا أو كلاهما، كل ذلك ينبت من حب الدنيا. يعني لو لقينا الكفر هتلاقيه من حب الدنيا، الكبر من حب الدنيا، نسيان الآخرة من حب الدنيا. فالحسن البصري بيقول: حب الدنيا لازم تخليه من الكبائر. نحن برضه نؤكد على هذا المعنى، إن المقصود بحب الدنيا المذمومة، لكن الدنيا اللي هي مزرعة للآخرة أهلا وسهلا بها ونحبها. لأن بعض السلف كان زمان يقول: إيه والله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. قالوا له: هي إيه؟ قال: عبادة الله وحب الله وطاعة الله والمجاهدة بالليل ولذة المناجاة. دي جنة إيه؟ جنة الدنيا. إن لم تدخل جنة الدنيا لا تدخل جنة الآخرة. طيب، بيقول مالك بن دينار رحمه الله تعالى: اتقوا السحارة التي تسحر قلوب العلماء وتلهيهم عن الله سبحانه وتعالى. يعني الدنيا هي أسحر وأقبح من سحر هاروت وماروت،
لأن ذلك يفرق بين المرء وزوجه، والدنيا تفرق بين العبد وربه. السحر يفرق بين الزوجين، لكن الدنيا بتفرق بين العبد وبين الله. تمام. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: لقد أدركنا الناس وهم يرون الدنيا عندهم كوديعة يؤدونها إلى صاحبها ليس لهم فيها ملك، لذلك ذهبوا إلى الآخرة خفافا. يعني راح في الآخرة وما حملش من الدنيا. للأسف بندخل الدنيا ونحن عرايا، ونطلع من الدنيا برضه ونحن عرايا. وما بين دخولنا في الدنيا وخروجنا منها حسنات أو سيئات، طاعات أو معاصي. فالسعيد من جعلت صحيفته بيضاء بالطاعة، والشقي من ملئت صحيفته سوداء بالمعصية. ويجي يوم القيامة وتخرج له البطاقة، يقول له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الكتاب بتاعك. ففي الترمذي أن الله تعالى، رواية أبي هريرة في الإمام الترمذي، أن الله تعالى سيخلص رجلا من أمة النبي، بيقول كده، على رؤوس الأشهاد، يخرج له 99 سجل، كل سجل مد البصر من السيئات، يعني سجلاته كلها سوداء. فيقال: احضر وزنك فإنه لا ظلم اليوم عليك. توضع السجلات في كفة، فيقال له: أظلمك كتبتي؟ يا رب يقول للعبد: أظلمك كتبتي؟ يقول: لا يا رب. ألك حسنة؟ يقول: لا يا رب. يقال له: احضر وزنك بل إن لك عندنا شيئا. تخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالرجل يقول: يا رب، وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنه لا ظلم اليوم عليك. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتسقط البطاقة فلا يسقط مع اسم الله. رحمه الله تعالى يقول: وإياك أن تعد نفسك بعد ذلك أنك من الزاهدين، فإن صغير الدنيا يجر إلى كبيرها من حيث لا يشعر العبد. يعني سيدنا الشيخ سليمان الداراني بيقول إيه؟ بيقول: كن على حذر من هذه الدنيا، فالدنيا لها أنياب ولها أبناء ولها زخارف، فكن على حذر منها. كل العيش الحاف وخاف من الدنيا، واوعى تقول نفسك أنا زاهد، فإن الدنيا إذا فتحت تمكنت على القلب. ومن لطيف ما يذكر إن ابن السماك قال أن بعض السلف الصالحين كان راجل بيصيد كل يوم سمكة واحدة يأكلها ويعبد الله سبحانه وتعالى ويقوم الليل وبس. فأراد أن يرسل رسالة إلى والي البلدة، وكان الوالي من الصالحين من الأولياء، وهو له حرس وحاشي وملك. فقال له: إذا أتيت الوالي، الراجل اللي بيصيد سمكة دي الزاهد بيقول للراجل اللي رايح عند الوالي، بيقول له: إذا رأيت الوالي قل له يدعو الله لي، لأنه عارف حاله. فلما ذهب الرجل اللي هو الرسول اللي بين الاثنين دي، بيقول: مين اللي يدعي لمين؟ الراجل اللي هو بياخد سمكة وبيقوم الليل ويصلي الفروض بتاعته، ولا الوالي؟ المفروض الزاهد اللي هو يعني ايه؟ يدعو الله للوالي. فراح بعد ما قضى مصلحته قال: إن فلان من فلان الزاهد يقرئك السلام ويقول لك ادعو الله له.
فقال الوالي وهو من الأولياء، قال أسأل الله أن يخرج الدنيا من قلبه. الرجل اللي في النص ده احتار، مين الدنيا اللي يخرجها من قلبه؟ أنت معك حاشية ومعك خدم وحشم وأكل وشرب. فقال يا سيدي الدنيا عند من؟ الرجل ده بيصيد سمكة كل يوم واحدة بس بياكلها وبينام بيصلي الصلوات ويقيم الليل. قال يا هذا انت اطلعت على حالي، تعال. فقال إذا غرك ثيابي هذا فإني ألبس تحته صوف، تحت الجلد على الجلد على طول صوف، حتى أشعر بخشونته فلا تأخذني نفسي. وتعال شوف أكلي، هذا الأكل والناس اللي بتاكل وتشرب، فإني حينما أخلو أأكل خبزا ناشفا حتى أشعر بالفقير، وأقوم لله ضارعا ألا أقصر في هذه الأمانة. أما صاحبك فإنه حينما يصطاد السمكة همه السمكة، لو ما طلعتش هياكل ولا ما ياكلش، هي جات السمكة ولا ما جاتش، فهمه كل همه السمكة. فقال همي أنا الله وهمه هو الدنيا، فأينا يدعو الله لأخيه؟ ولذلك كانت الإيد. ويقول رضي الله تعالى عنه وبه نختم، كان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول إنما أكثر القوم من ذكر الله لتبعد عنهم الدنيا، فإنهم إذا ذكروا الله بعدت، وإذا تفرقوا عن الذكر أخذت بأعناقهم، فاعلم ذلك، يعني النجاة والحل. وعلشان نبقى نحن مع معية الله اذكر الله على الدوام وكن في معية الله. النجاة ليك أنك تتخلق بأخلاق سيدنا رسول الله. الدنيا فتحت على رسول الله فتركها وزهد فيها. علينا أن نعالج حب الدنيا بحب الآخرة، وحب الآخرة يكون بمحبة الله ومحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تعلم أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي عند الله حقيرة، ومهما تزينت ومهما تزخرفت فإن ذلك من كذب الدنيا على الناس. فاعلم حقيقتها، فإذا غرت الناس أخذت برقابهم إليها. فالدنيا كما قالوا قديما إذا حلت أو حلت، وإذا غلت أو غلت، وإذا دنت أو دنت. فالدنيا مهلكة لأبنائها وإن تزينوا وتزخرفوا في الدنيا، والآخرة هي خير وأبقى، كما قال القرآن. يعني لما نشوف آخر سورة الأعلى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، اللي بيقول ربنا سبحانه وتعالى الآخرة خير لك من الأولى اللي هي الدنيا. طيب العلاج أيضا أن تكسر من العبادة، يعني اشغل وقتك بعبادة. أمر بمعروف عبادة، نهي عن منكر عبادة، ذكر الله عبادة، قراءة القرآن عبادة، مكث في المسجد عبادة، حضور درس للعلم عبادة، ذكر حضرة في المسجد عبادة، زيارة أخ في الله عبادة، أن تقوم الليل ولو بركعتين بعيد عن أعين الناس عبادة. فإذا شغلك قلبك بالله ولت عنك الدنيا هالكة وجعلت من أبناء الآخرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا
وفك كروبنا. اللهم انصرنا على أعدائنا، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، واجعل بلادنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.